نصايح واقعية ازاي هتقدر تنزل وزنك مع ان علبة الكحك لسه موجودة في البيت. يعني الخطر ما زال قائم. انا عارفة ان انت نيتك كويسة وفعلا عايز تخس بعد كمية اللخبطة اللي حصلت في رمضان والعيد، بس كل شوية تلاقي علبة الكحك بتبص لك وبتعمل لك كده وبتقول لك مش هتاكلني ولا ايه. هنتفق على كام اتفاق عشان تعرف تاكل الحاجات دي وفي نفس الوقت وزنك ينزل. اول حاجه شيل علبه الكحك في التلاجة، ما تسيبهاش بره وفي متناول ايدك لان طول ما انت رايح وجاي هتلقط منها. تاني اتفاق ان انت هتاكل منها بس كل يومين ثلاثه مره مش كل يوم. تالت حاجه ان انت لما تيجي تاكل الحاجات دي ممكن تاكلها بعد الفطار مباشره، بشرط ان الفطار يكون هاي بروتين هاي فايبر، يعني فيه مثلا بيضتين وجبنه قريش مثلا، ولازم على الاقل 2 ثمره خضار، وتاخد الكحكه او البسكوت او البيتي فور وات ايفر قطعه او قطعتين فقط بعد الفطار، وحاول ان باقي اليوم يكون لو كارب وهاي بروتين وهاي فايبر عشان تقدر تخس. كمان من الاوقات المناسبه اللي انت ممكن تاكل فيها الحاجات دي من غير ما تاذي صحتك هي ان انت تاخد قطعه واحده بس. لو هتتمرن خدها قبل التمرين بنص ساعه، هتديك شويه طاقه بس ما تكترش. ونقطه مهمه جدا ان يا ريت حالات مقاومه الانسولين والسكر والكوليسترول المرتفع والناس اللي عندها حب شباب والامراض المناعيه يا ريت كل دول يمتنعوا عن الكحك بقى، يفضل تماما، لان كل ده دقيق ابيض وسكر كتير هيأذيهم جدا. وبرده المفروض يمتنعوا اي حد عنده اضطرابات في الهرمونز. واخيرا خلينا متفقين على نقطه واضحه جدا عشان معنى كلامي يكون واضح. طبعا الكحك والبسكوت وما شابه لا يقارن كقيمه غذائيه باي فاكهه طبيعيه ربنا خلقها بسكر طبيعي والياف كتير وفوائد ومعادن ومضادات اكسده. لكن انا بتكلم في حاله ان انت لسه عندك كحك وبسكوت وبيتي فور وفعلا نفسك فيه وفي نفس الوقت عايز تخس، فبحاول اساعدك. اكتب لي في الكومنتس بصراحه، خلصت علبه الكحك والبسكوت اللي عندك في البيت ولا لسه؟